تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الصور التي نشرتها نجلة الفنان المصري أحمد راتب عبر صفحتها الرسمية لوالدها، حيث نعت لميا راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب والدها الذي توفى الأسبوع الماضي بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بعنوان "ذهب كل شيء". لميا راتب كتبت معلقة على صورة والدها الراحل: "أبي ضاق البراح يا أبي، ذهبت معك روحي لأبقى هشة فارغة يملأني الفقد ولا يترك متسع لأي شيء، أنا في اللا شيء فلقد ذهب كل شيء". وقامت بنشر العديد من الأعمال وعلقت عليها قائلة: "وجدان الجميع ينبض بطيب ذكرك حبيبي". وكانت نجلة الفنان الراحل عرفت دائما بمواقفها المدافعة عن والدها، حيث كتبت تدافع عن والدها: "هو بالنسبة لكم فنان، فاكرين انكم تملكوا فيه أدق تفاصيل حياته، لكن هو بالنسبة لي أبويا اللي أسباب فخري بيه ملهاش علاقة أصلا بمهنته. كل اللي ليكوا عنده هو فن هادف، وأكتر من كده لا يحق لكم الخوض فيه". الجدير بالذكر أن الفنان أحمد راتب رحل عن عالمنا صباح الأربعاء 15 ديسمبر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى المستشفى حتى وافته المنية.